الأولى من رمضان صعبة سهلة شوية. الحمد لله الأيام الأولى بالنسبة إلي الحمد لله تيسرت، لكن الأيام هذه شوية صعبة. ليش؟ حسيت إني شوية تخنت على المرة اللي فاتت، فبديت أعمل رياضة، ولما أنتهي من الرياضة أحس أني كل طاقتي استنزفت وما عندي طاقة. يعني تشوفوني وردة دابلة دابلة، ما أقدر أتحرك. يعني بعد الرياضة ما أقدر أتحرك، ويجيني عطش شديد. اللهم يتقبل يا رب صيامنا وصيامكم ويجعلها مغفرة الذنوب. والمشكلة ممكن أنكم تقولون إني أعمل رياضة قبل أذان المغرب بشوي، بس المدرب يكون بالصباح، ليك ما أقدر أروح بالمساء وتكون عندي سباحة، فما أقدر أروح بالمساء. وبس حسيت إنه شوية صعب لأني أعمل تدريب شوية صعبة أظن، لأن مدة ما أعمل رياضة، ما يعني أتحرك فقط شوي، مو حلو للجسم، ياخد خمول وتتعب بسرعة، مو حلو. فإن شاء الله أشوف النتيجة في القريب العاجل. ادعولي وشنو تاني؟ كيف هي الأحوال؟ يعني حابة أسألكم لك انت اللي عم تتفرج، كيف هي أحوال رمضان هاد الأيام؟ أحسن يعني الصيام بالأول أحسن أو بأواخر رمضان أحسن؟ اوكي انت عم تشوف هيك. حلو. بس ولما أكون راجعة من الرياضة أحس أنه ما قادرة أني أتمشى على رجلي، لأنه الصالة قريبة للبيت، جدا قريبة للبيت، فأتمشى يعني خطوتين وأنا بالصالة. صالة الرياضة مو صالة البيت حتى لما أروح عادي، لما أرجع للبيت أرجع كائن فضائي ما قادرة أتمشى، يعني تعبانة، بشرتي تعبانة، وجهي تعبان، شاحبة، شفتين مشقوقتين أعطي تفاصيل عجيبة. وبس إن شاء الله يا رب يكون خير ونخس شوي على قبل. شنو تاني؟ حابة أعرف إذا تطبخون أكل، يعني شنو نقول عندنا في المغرب شيوات، يعني شنو الأكل
جماعي، يعني كل الدول العربية يحطون تمر. يبقى الأطباق الجانبية كل دولة ويكون عندها شي. فممكن انكم تكتبوا لي شنو يكون مثلا بطبق بلدك واسم البلد او المدينة. فبعد مو بعد الأعيان بس في كل منطقة تختلف عن المنطقة الثانية، بالأكل باللباس وبكل شي. فاكتبوا لي أي منطقة أي بلد وشنو الأطباق اللي ما شاء الله تبدعون فيها. فبالسفرة المغربية لما للفطور فيكون يكون مخرقة شباكية، تكون بالعسل لذيذة. بس أحب أكل فقط واحدة مرة، يعني مو دايما، لأن ما أقدر أكل أحلى وأحلى 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 وكثير بسبب المعدة. ويكون بريوات باللوز. يكون كذلك تمر يكون صفوف مغربي، لأن أظن أن في صفوف من مناطق أخرى. يكون صفوف مغربي كمان. يكون في اللوز. يكون محنجة لذيذة. يكون مخروط كذلك معسل. يكون بيض، دائما يكون بيض بالصفرة المغربية بالفطور. شنو كمان تكون في كتير أشياء. ونحضر عصير، يعني عصير برتقال، عصير جاهز يعني بنشتري أو نحضر. بس يفضل إنك تحضر لأن العصائر والعواصر العصائر اللي تشتريها في بعض الأحيان، مو بعض الأحيان لكن جميع الأطباء يتشاركون أن العصير المنزلي صحي أحسن من العصير اللي تشتري. والله أعلم. وكمان شنو في بعض الأحيان نعمل مخامر صغيرة محمرة، يعني تكون محمرة بالكفتة أو بالتونة والموتزاريلا والبصل وهيك شي. يكون رغيف. الرغيف مو الرغيف اللي يكون في مصر، لا هاد رغيف بشكل آخر. ممكن تكتبون رغيف مغربي وتشوفوه. ولكن الرغيف مو دايما في بعض الأحيان لا. والحريرة المغربية، الحريرة تكون حريرة حمراء، أظن اسمها حريرة حمراء لأن في كتير أنواع حريرة.
نشوف نفكر. بالنسبة للملابس، شو نوع الملابس اللي تلبسوه بالعيد؟ لأنه أعرف بالفطور يعني عادي ملابس بيت وبس، بس ملابس العيد أظن في كل دولة عربية عندهم ملابس تقليدية للعيد، صح؟ أو في بعض الأشخاص ما يلبسون ملابس تقليدية، يعني فقط ملابس جديدة للعيد وبس، عصرية. وأنتي أو أنت من الأشخاص اللي يحبون الملابس يلبسون ملابس عصرية أو تقليدية بيوم العيد؟ شنو تحب؟ بالنسبة لي بالأول لما كنت أعيش بالمغرب كنت أحب ألبس ملابس عصرية، بس لما جيت لبلد غربة بالخارج بديت أحب الملابس التقليدية المغربية، أو مو بس مغربية، يعني كل الملابس التقليدية عربية. وأحب أجرب ألبس هيك ملابس تقليدية، يكون بالعيد أو فقط يوم عادي، وألبس ملابس تقليدية بالبيت، وأحط صفرة هيك، صفرة مغربية كمان تقليدية، وأجلس لحالي وأتفرج، أحس إحساس حلو. ما أعرف إذا راح تحسوا مثلي، أظن إن الأشخاص اللي عايشين برات بلدهم راح يجيهم نفس الإحساس. وأظن دردشة لليوم تنتهي هنا. وإذا عجبتكم فقرة دردشة معاي اكتبولي بالتعليقات حتى نعمل فقرة دردشة دردش أنا وياكم إن شاء الله بفيديوهات الجاية.